السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في اتنين اشتكوا من بداية الإقلاع. جاي يدخل بوت على فلاشة على جهاز كان كيسة 6005 اكس 2 أو اكس 4 مش فاكر، والكيسة التانية جاما. تمام، اللي هي الأجهزة الجديدة يعني. طيب الأجهزة الجديدة والاستيراد والفلاشة معايا ومش راضي يفتح معايا على البوت اف 12 اف 9 اف 10 ايا كان، ديليت كله شغال، بس مش راضي يدخل على الفلاشة ليه؟ طبعا انا شرحت القصص دي قبل كده، بس همشي لك واحده واحده وعلى الرايق. اول حاجه لازم الفلاشه تكون حاجه نظيفه عشان تعرف وانت بتحرقها على يعني تعملها بوت وتبوتها وكده، تحرقها ام بي ار وجي بي تي، تعمل لها الريبيلد، تقبل معاك الريبيلد ام بي ار وجي بي تي بعيد عن السيستم بتاع الفلاشه نفسه او نظام الفلاشه نفسه. خلاص كده، لازم فلاشه تكون نظيفه، ما نجيبش اي فلاشه وخلاص. دي اول نقطه. انا كده بعدت عن الجهاز خالص، انا بتكلم عن الفلاشه. طب الفلاشه يا عم نظيفه وجبت ماركه نظيفه والدنيا جميله، عسل. انت بقى بتعمل ايه على الفلاشه عشان تخليها بوت؟ ببوتها ببرنامج حرق، مثلا رافس او فينتوي وين سيت اب مش عارف فروم يو اس بي ايا كان. طب عسل يا باشا، كده الفلاشه نظيفه. تعالى بقى نخش على البرامج. هل البرنامج بيدعم حرق ام بي ار وجي بي تي؟ ما يمكن الجهاز زي الفل وجاهز انه يدخل ام بي ار وجي بي تي، بس الفلاشه بتاعتك مش داخله ام بي ار ولا جي بي تي، داخله مثلا ام بي ار بس وانت جهازك جي بي تي. طب ايه الحرق يعني؟ احرقها ازاي؟ طبعا انا شرحت القصص دي قبل كده، تمام، سواء بفينتوي او برافوس، موجود الشروحات. طيب الفلاشه جديده وحرقتها ام بي ار وجي بي تي، اتلكك لي، انا عايزك تمشي معايا كده، رخم عليا، فاهمني؟ طيب بعد ما حرقتها ركبت ما اشتغلش، العيب في ايه؟ العيب ان ممكن يكون الايزو نفسه الويندوز اللي انت بتحرقه، بغض النظر اسطوانتي بقى بتاع اي بني ادم على الكوكب اللي احنا فيه، ممكن يكون المطور او اللي عدل عليها ما خلاهاش تدعم ام بي ار وجي بي تي، يعني خلاها تشتغل على الليجاسي بس. ناخد شفطه ويرجع لك. يا لهوي، في ناس مطورين او بيعدلوا على الويندوزات يخليها لك ام بي ار بس، ما تشتغلش ام بي ار وجي بي تي، فانت بتيجي تحرقها فانت برتقان، فما تشتغلش معاك جي بي تي وام بي ار، لان هي اصلا في الاساس ليجاسي، ما تشتغلش جي بي تي. فلازم ويندوز يكون يدعم ام بي ار وجي بي تي، وبرنامج الحرق يدعم ام بي ار وجي بي تي. الكيسه بتاعتك او الجهاز بتاعك البورده تكون بتدعم ام بي ار، يثبت ام بي ار بس، ام بي ار وجي بي تي، ام بي ار وجي بي تي، جي بي تي بس يبقى جي بي تي فقط لا غير. يبقى الصح فلاشه نظيفه احرقها صح، ايزو محترم، جهاز محترم، كده انا وانت حبايب. وضحت كده؟ طيب فلاشه نظيفه، حرق مظبوط، تمام، وايزو محترم، التلاتة دول ما فيهمش مشاكل يا عم احمد. تعالى لي بقى على الكمبيوتر بتاعك، هو اللي فيه مشكله كده. مثلا الاجهزه اللي هي الجيجا بايت او الحاجات العاليه والكلام ده، اعدادات البوت بتاعتك اف 12 مثلا، او اف 10 اف 1 اسيستنت ايا كان الزرار اللي بتدوس عليه، ديليت اف 2، كل دي زراير، تمام. كل ما تحس ان الدنيا بايظه معاك ادخل اعمل ضبط مصنع للاعدادات الافتراضيه وجرب الفلاشه بتاعتك، هيشتغل الجهاز معاك بوت عادي خالص اف 12، واختار الفلاشه ام بي ار او جي بي تي. خلاص كده وضحت؟ طيب عملنا اعدادات البوت الافتراضيه وما فتحش مثلا يعني، معلش هتتاكد من قائمه البوت اوبشن ان انت مفعل خيار اليو اس بي، لان ممكن انت تكون قافل الخيار بتاع اليو اس بي، شغال الجهاز 100 100 ام بي ار جي بي تي، بس انت قافل البوت عن الفلاشه، انت مخلي الهارد بس هو الاساسي، تحتيه الدي في دي وتحتيه فاضي، او مثلا عامل اف 5 على تعطيل الفلاشه. فعل الفلاشه يا معلم، اضغط عليها اف 5 يتم التفعيل، بعد كده اف 10 يحفظ راستر الجهاز يشتغل معاك زي الفل. معلش انا يعني بحرق كتير بس عشان الفيديو ما يبقاش طويل، وبحاول اديك كل اللي عندي، تمام كده. طب عملنا يا عم كده ومفيش مشاكل، لا في فلاشه ولا في ايزو ولا في برنامج حرق ولا في الجهاز، ودخل معايا يثبت ويندوز، وباجي اقسم البرشنات ما بيقول لي مش عارف ايه كده، ورساله تحت كده طويله مش فاهمها، وانا بطيخه اعمل ايه؟ طيب يا هندسه، في الحل ده او في الحاله دي احلى حل ان انت
ما تدخلش على اليوتيوب وتكتب وتعمل بوست على الفيسبوك ويقول لك اضغط اف شيفت اف 10 واعمل كلين ديسك بارت ومش عارف ايه، هتفرمط الهارد كله. واحد تاني جحش براس كلب كده يروح قايل لك ايه، انت اصل انت عندك البوت جي بي تي والهارد ام بي ار، اعمل كذا كذا، اللي هي الطريقه اللي انا قلتها من شويه، هيخليك الهارد كله حته واحده، الداتا مش هترجع، مهما تعمل مش هترجع، بنسبه 90% مش هترجع. الحل ايه سيادتك؟ اسطوانه صيانه محترمه ملهاش علاقه بالهارد وبالبوت. ام بي ار هتشتغل ام بي ار، جي بي تي هتشتغل معاك الفلاشه جي بي تي، او اسطوانه الصيانه جي بي تي بتاعتي بتاع اي كان بحري على الكوكب معاك. تمام. تخش فتحت معاك سطح المكتب، ادخل قسم الهارد بتاعك ام بي ار جي بي تي. اخد شفطه بعد اذنك عشان اجمع. يا نهار اسود. قسم، اظبط الدنيا. وبرضه انا شرحت التقسيم وتثبيت الويندوز. ما تقسمش، خش كليك يمين على الايزو وعلى السيت اب بتاعه، نكست، علم، اقف، ديليت ديليت دي، اظبط الدنيا، ثبت ويندوز يا معلم. كده انت معلم. تعبت معلش من الحرق. المهم شويه المعلومات دول هيفيدوك باذن الله. احفظ الفيديو عندك، مش لازم يعني تفاعلات والهريه دي، بس احفظها عندك عشان المعلومات تثبت. انا قلت كميه معلومات فيه حلوه قوي يعني هتكيفك. تمام كده. اعدادات ضبط مصنع، فلاشه نظيفه، ايزو محترم ام بي ار وجي بي تي، برنامج يحرقه لك ام بي ار وجي بي تي. خلاص كده. في نقطه تاني، ما تجيش تحرق الايزو. الايزو مثلا جواه ملف الاي اس دي مثلا وليكن حجمه 6 جيجا مثلا، وتيجي تحرق لي الفلاشه ام بي ار او جي بي تي حتى وتخليها فات 32. هيرمي لك منين فات 32 وهيرمي لك عليها ملف 6 جيجا؟ ما هو اكبر حجم يدعم في الجي بي تي في الفات 32 4 جيجا او اقل من 4 جيجا، مش هينفع يحمل ملف اكبر من ال 4 جيجا. فايه الحل سيادتك؟ خليها ان تي اف اس. تمام. طب يا هندسه معلش انا معايا فلاشه زي دي 512 او 1 تيرا او حجم كبير 128، مش معقول اخليها كلها على قد ويندوز 4 جيجا ولا 5 6 جيجا واسيبها مش هعرف استخدمها. تقدر تعملها وتحرقها وتبوتها وخلاص امورك تمام، وتفتح بارتيشن ويزر وتيجي على الفلاشه تروح محجمها شويه دول كده، الويندوز سيبهم زي ما هم، تشدهم كده. تمام. وكليك يمين كريت. اللي بعده البتاع ده كافر معلش. كليك يمين كريت البارتيشن اللي بعده واكتب عليه داتا، وبعد كده ابلاي. واخد بالك؟ اتحفظت يا معلم والدنيا جميله معاك. تقدر تستخدم الجزء الاولاني بوت، تستخدم الجزء التاني ده داتا. نفس الشكل، ادي البوت الشويه دول والجزء ده كده للداتا بتاعتك. وضحت كده يا كبير؟ بس في الحاله دي هيبقى عندك مشكله واحده بس على الاجهزه ال7 ويندوز 7، يعني مش الاجهزه الكور اي 7، لا القديمه اللي شغاله على ويندوز 7. هتيجي تركب الفلاشه مش هيظهر لك البارتيشن بتاع الداتا، هيظهر لك بارتيشن الايه، البوت، لان هو اللي معمول سيت اكتف. فدي قصه تاني كده تبع مايكروسوفت وحوار يعني، مش عايزك تتعمق فيها عشان هتتعب. تمام. شوف انت ايه اللي ناقصك اشرحه لك تاني، ولو في حاجه انا قلتها غلط سامحونا وصحح لي، ما عنديش مشكله. احلى مسا عليك.